السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشوار لاعب على قناة الكرة مع محترم. عندما تتحدث عن أعظم المدافعين في تاريخ الكرة المصرية لا يمكنك أن تتجاوز وائل جمعة صخرة الدفاع، اللاعب الذي قاد الأهلي ومنتخب مصر إلى أمجاد غير مسبوقة، من أعظم المدافعين في تاريخ الكرة الأفريقية، من اللعيبة اللي اتظلمت تاريخيا إن ما راحتش كاس العالم. يلا بينا نتكلم عن تاريخ الصخرة. خطرت قدام، يا سلام يا وائل يا جمعة. ولد وائل جمعة في 3 أغسطس 1975 في محافظة الغربية، ونشأ في بيئة عاشقة لكرة القدم. بدأ مسيرته الكروية في مركز شباب بسيون، ثم التحق بنادي غزل المحلة، حيث بدأت موهبته الدفاعية تظهر. رغم أن بداياته لم تكن ملفتة إعلاميا، إلا أن أداؤه الصلب جذب أنظار كشاف الأهلي الذين رأوا فيه مدافعا من طراز فريد. انضم إلى الأهلي في عام 2001 في صفقة لم تكن تتصدر العناوين حينها، لكنها تحولت إلى واحدة من أهم التعاقدات في تاريخ النادي الأحمر. مسيرته مع النادي الأهلي والانطلاقة نحو المجد منذ موسمه الأول أثبت وائل جمعة أنه ليس مجرد لاعب عادي، بل مدافع استثنائي قادر على إيقاف أخطر المهاجمين. تألقه السريع جعله يحجز مكانا أساسيا في التشكيلة الأساسية للأهلي، ليبدأ رحلة من السيطرة المطلقة على الدفاع. كان جزءا من الجيل الذهبي للأهلي تحت قيادة مانويل جوزيه، الذي صنع فريقا لا يقهر محليا وقاريا. الإنجازات والبطولات التي حققها جمعة كثيرة: 6 أبطال دوري أفريقيا، 8 بطولات دوري، ليكون أحد أكثر اللاعبين فوزا بالدوري، 3 كؤوس مصر، كان دائما أحد عناصر الفريق الأساسية في النهائيات، 6 ألقاب سوبر أفريقيا، حيث كان الأهلي يفرض سيطرته على القارة، برونزية كأس العالم للأندية عام 2006 بعد أداء بطولي ضد كلوب أمريكا، والمشاركة المشرفة أمام انترناسيونال البرازيلي. من أشهر اللحظات التي قدمها وائل جمعة أداؤه الأسطوري ضد الزمالك في نهائي دوري الأبطال 2005، حيث كان سدا منيعا أمام هجوم الأبيض. قيادة الدفاع أمام الصفاقسي التونسي في نهائي 2006، حيث حافظ الأهلي على شباكه نظيفة حتى هدف أبو تريكة القاتل. ثم المشاركة في المباراة التاريخية أمام ريال مدريد عام 2001، حيث واجه أساطير مثل راؤول وفيجو وقدم أداء قويا. مواجهة نجوم العالم في مونديال الأندية، حيث لعب ضد لاعبين مثل رونالدينيو والكسندر باتو وكاكا 2006 و2012. حدث ولا حرج مع المنتخب، رجل البطولات القارية، أحد أعمدة المنتخب المصري الذهبي تحت قيادة حسن شحاتة، حيث كان لاعبا لا يمكن الاستغناء عنه في الخط الخلفي. حقق كأس أفريقيا 2006 2008 2010، وهو إنجاز لم يحققه أي جيل آخر في القارة. كان عنصرا أساسيا في النهائي الملحمي ضد كوتيفوار، حيث تفوق على دروكبا وأجبره على تقديم واحدة من أسوأ مبارياته. في نهائي عام 2008 ضد الكاميرون نجح في الحد من خطورة سامويل إيتو، مما ساهم في تتويج الفراعنة باللقب. في 2010 وصل جمعة التألق أمام غانا في النهائي ليتوج باللقب الثالث على التوالي. من أبرز المواجهات الدولية لوائل جمعة، كان أحد العناصر الأساسية في الفوز التاريخي على إيطاليا 1-0 في كأس القارات 2009، حيث لعب دورا كبيرا في إيقاف جيرلانيو وروسي. خاض مباراة شرسة ضد أقوى مهاجمي أفريقيا، حيث وقف ندا لدروكبا وإيتو وإيدابايور أكثر من مرة. شكل ثنائية دفاعية تاريخية مع هاني سعيد وعبد الظاهر السقا، جعلت دفاع مصر أحد أقوى الدفاعات في القارة. لما نيجي نتكلم عن مرحلة اعتزاله في عام 2014، أعلن وائل جمعة اعتزال كرة القدم بعد رحلة مليئة بالإنجازات والبطولات، تاركا خلفه إرثا يصعب تكراره. تولى منصب مدير الكرة في النادي الأهلي، حيث حاول نقل خبراته إلى الأجيال القادمة، لكنه استقال لاحقا بسبب خلافات إدارية. أصبح محللا رياضيا بارزا، حيث يتميز بآرائه الجريئة وتحليله العميق للمباريات.
إحصائيات وأرقام قياسية حدث ولا حرج: 6 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، 3 أفريقيا مع المنتخب، أكثر من 450 مباراة مع الأهلي، وهو أحد أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ القلعة الحمراء. سجل أهداف حاسمة رغم كونه مدافعا، أبرزها نهائي البطولات القارية. شارك في 3 نسخ من كأس العالم للأندية، وكان جزءا من الفريق الذي حقق برونزية 2006 ضمن قائمة أفضل المدافعين في تاريخ الكرة الأفريقية بشهادة كبار المدربين واللاعبين. لماذا وائل جمعة لاعب استثنائي يملك شخصية قيادية جعلته قائد داخل وخارج الملعب؟ لديه قدرة دفاعية نادرة، حيث كان يستطيع إيقاف أخطر مهاجمين بذكاء وقوة بدنية. كان أحد أكثر اللاعبين تحقيقا للبطولات في تاريخ مصر سواء مع الأهلي أو مع المنتخب. عرف بالانضباط والالتزام داخل الملعب، مما جعله مثالا يحتذى به. ظل محافظا على مستواه لسنوات طويلة دون تراجع، وهو أمر نادر في عالم كرة القدم. وائل جمعة لعيب قياسي، وائل جمعة شخصية لا تنسى في تاريخ الكرة المصرية. وائل جمعة لم يكن مجرد مدافع، بل كان حائط صد ضد أي هجوم سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخب المصري. كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وقول لي هل في مدافع في الجيل الحالي يقدر يعوض وائل جمعة؟ عايز اسمع رأيك في الكومنتات. رمضان كريم.